لو انت زي حالاتي كده ومريت بحاجات وحشة في حياتك، الدنيا ظلمتك، الناس اذوك، الدنيا بتتعطل معاك، كلنا كده يعني، كلنا زي بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك وخلقنا الانسان في كبد. تمام؟ انا عايزة ابشرك بحاجة جميلة قوي. وانا بقلب كده في الكومنتات النهاردة، لقيت شخص كاتب كده كلام فيه بشرة جميلة قوي للناس اللي صابرة يعني. فعايزة اتأكد ان هو ده نص حديث ولا ده ايه وكده، عشان ما يبقاش اطلع اقول كلام يعني غلط. فعملت سيرش على اليوتيوب، فلقيت الشيخ عمر عبد الكافي ربنا يبارك له بيحكي، بيقولوا فعلا، فصدق على كلامه يعني. فبيقول لك ايه؟ ان يوم القيامة هيجي ناس هتجري على باب الجنة. فسيدنا رضوان اللي واقف على باب الجنة، فيسألهم يقول لهم انتوا رايحين فين؟ ده فيما معناه، ده شرح تماما. انا هكتب لكم النص بقى في الكومنت. انتوا رايحين فين؟ المفروض في حساب وفي عقاب، في الديوان بتاعكم فين؟ قالوا له احنا هندخل الجنة بدون حساب. فقال لهم بدون حساب؟ فقالوا له اما قرأت في القرآن؟ قال لهم ايه بقى؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله، طب صبرتوا في ايه؟ بيقولك اذا اسيء الينا صابرنا، تمام، واذا جهل علينا غفرنا، واذا اذنبنا استغفرنا، واذا بلينا صبرنا، واذا اعطينا شكرنا. تمام؟ بصوا، انا يمكن لخبطت في كذا حاجة، بس انا هكتب لكم النص بالظبط عشان انا ما بعرفش احفظ، بس يعني اقول لكم فيما معناه. ايه بقى يا جماعة اللي معناها؟ ان اطمنوا، وان صبركم يلي صبرت في الدنيا على ظلم الشخص ده واذى الشخص ده وسوء ظن الشخص ده لما انت كان في نيتك خير وهو ظلمك واتهمك وقال كلام مش فيك، اللي قالك كلام اذاك في يوم من الايام، اللي ضحك عليك وخد منك فلوس، اللي استلف منك في يوم من الايام وما رجعلكش فلوس. ما هو كل ده اذى، كل ده اذى نفسي، واذى النفس ده يعني حاجة صعبة قوي، ملهوش عقاب في الدنيا. يعني ان قاضي يحكم، لا، بس عقابه في الاخرة عليه صعب قوي، ولينا جميل قوي قوي. هندخل الجنة بدون حساب. يعني شوف انت بقى حساب الدنيا، حساب الاخرة هيبقى عامل ازاي، والشمس هتبقى قريبة لراس الناس ازاي، والعرق اللي هينزل وهيسيح جلودهم، والرعب اللي الواحد هيبقى واقف بيه قدام ربنا. افرح ان انت اتظلمت، ربنا بيحبك. بطل بقى مخك التخين ده وتقعد تقول انا ليه الدنيا عامله معايا كده. ربنا عامل معاك كده عشان ما يعذبكش في الاخره. ربنا عامل معاك كده في الدنيا، بيعذبك في الدنيا كده عشان يرحمك في الاخره. افهم يا غبي، افهم. انا فهمت خلاص، عقبالك ما تفهم انت كمان. كله يفهم، كله يطمن، كله يبقى مرتاح. الحمد لله، اقسم برب العزة. اي نعم، الحمد لله الانسان بقى راضي بكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى حطه فيها، بس ده كده نزل على قلبي طبطبة كده زي البلسم. فعايزة اقول لكم بقى نقطة اخيرة، خدوا بالكم من الرسائل اللي ربنا بيبعتها لكم. انا كنت قايله لكم الكلام ده في فيديو قبل كده. دي رسائل ربنا بيبعتها لك عشان يبشرك بيها ويطمنك بيها. انا لا بيا ولا عليا بقرأ كومنتات في بوست اصلا مضحك اساسا ملوش اي علاقة بدين ولا اي حاجة، ولقيت واحد كاتب الكلام ده. فربنا بعت لك الرسالة دي عشان يطمنك، وخلاك تسمع الفيديو ده عشان يطمنك ويقول لك اطمن، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نجتمع في الجنة ان شاء الله يا مظلومين.